أها، بعد ما حصلت بينهم حاجات ما كويسة، بقى ضميرها يأنبها، بقت تحاول تطرده وهو ما راضي يطرد. استسلمت للأمر الواقع. بعد مدة الولد أموره ظبطت ومشى لسكن تبع الشغل، وبقى يجيهم بس في الويك اند يعني. الأخو طبعا دوامه حسب شغله، فما دايما الويك اند هو بيكون موجود في البيت. فلما يجي الأخو أحيانا بيكون الأخو الكبير موجود، وأحيانا بيكون ما موجود، هو الأخو عنده مفتاح، فبيجوا بيعيشوا حياتهم عادي. عندهم جارهم في العمارة لاحظ إنه في حركات مريبة، فبقى بيقعد 24 ساعة في البلكونة. البلكونة مقابلة بلكونتهم اللي هي فاتحة على الصالة، فبيجي يحاول يتلقف، يحاول يشوف إذا في أي حاجة مني. المهم شاف يوم إنه المرأة قاعدة، وجاء أخو راجلة من ورا، خدت يدينه عليها كده وحضنها من ورا وبتاع. المهم شاف إنه في حركات ما تمام، طق قم صور فيديو واستنى لحد ما لقى الفرصة المناسبة. لاقى المرأة في الأسانسير، قال لها اسمعي، كلنا رجال وكلنا عندنا نفس. قالت لي شنو؟ ايش تقصد انت؟ قال لها ايش اقصد؟ دقيقة بس، طق 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 طق. شوفي، مرة اتخلعت قالت لي والله العظيم انا ما انا ما عرفت تقول شنو. قال لها اسمعي، ولا انا ما ولا هناك، ده ما راجلك، ده اخو، ودي ما حركات طبيعية، وده شفته، خلي ما شفته. الفيديو ده بيصل لراجلك تنكش تنكش تنكش، وعلي وعلى عاد هاي. لا عليك الله وتخرب بيتي وحتستفيد شنو مال. قال انا ما حستفيد حاجة لو خربت بيتك، ولا حستفيد حاجة لو اتطلقتي صراحة يعني، لكن زيه زي ما اديتي تديني. خلاص ان شاء الله افكر في الموضوع ده، ولا لا 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 لا. طيب حفكر في الموضوع ده وكده. مشت البيت، يا ربي انا اسوي شنو هسه، انا اعمل شنو هسه، انا اسوي شنو، انا اطير وين، انا اساطير وين. لازم اضرب لسمير اكلمه. ضربت لسمير قالت ليه راجل الجيران بيهددني، وقال شافنا مع بعض، وهنا قام قاعد يضحك. قال لا اسمعي، انت راجل الجيران ده شكلك عندك بيه علاقه، ودايره تدخليني في الموضوع، ودايره ودايره ودايره. المهم شاكله وسبلها وقفل التليفون في وشها. طبعا كان بيجيهم ويك اند، فضلوا كم ويك اند ما بيجي. طبعا جارهم عارف دوام راجلها، بقى في الوقت الراجلة ما في، بدق لها الباب وبيجيها بيخش. فهي حاولت انها تمنع نفسها منه كده، لكن مع التهديد خضعت له. المهم عمل معاه حاجة وطلع مرة تانية وطلع. على حظ النحس مرت الجار شاكة في راجلها، وبقت تراقبه. عاين اللي كده لحد ما شافته دخل بيت الجيران. كمان تخوني مع جارتي. اديتهم فرصة 15 دقايق كده، وجات دقت لهم الباب، رو 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 رو. المرة خافت، قالت لها هذا راجلي. قال لها يا مرة راجلك ما بيجي زي المواعيد دي، شوفي ده منو، ده امشي شوفي ده منو، عادي الوضع. راقت جوا طبعا في اوضه النوم. فتحت الباب، لقيت لك المررة ولزت الباب. يا خاينة يا خطفت الرجال، انت راجلك ما بكفيكي بتقبضي في رجالنا ولا لا لا. وينه دخلت فيه ولقيته هيك قاعد باللباس. قام بقت طاير وتلملم، وقالت له اسمع انا حفضحكم واجيب لكم الشرطه هنا ويطلقوها شنو. قام قال لها هدي لو طلقوها حعرس انا، لانه كده بقت فضيحه. لمي الموضوع ده، وانا اوعدك ان شاء الله دي اخر مره وكده. المهم شاكلوا، ومسكت المرة خربشتها وام عطتها، وقالت لها حكلم راجلك. المهم دي لملمت راجلها وساقته، ودي بقت تبكي وتلطم. يا ربي يا ربي انا وقعني في المصيبه دي شنو، لا اله الا الله. ده كله مني انا مالي ومالي وقت. هو خلاص يعني سمير ده فركش مني ونط مني ومش خطب بنت خالته، وانا عرست اخوه. ما اعيش في سلام وامان، شو داعي لحركات الشياطين دي، في داعي لانتقام ناس اسوي شنو، انا اسوي شنو. يا ربي هسه كان كلمت الراجل انا اسوي شنو، ان شاء الله ما تكلموا، لا ان شاء الله ما تكلموا. بقت تهلوس كده، يا ربي حتكلموا يا رب حتكلموا. ودى الحرام ده انا اكلمه برضه ما في فايده منه، اسوي شنو. المهم راجلها جا من الدوام لقى حاسبها انها هي متغيره كده مالك الحاصل عليك شنو. قلت له والله ما عارفه اقول لك شنو، لكن جارتنا دي بقت تضايقني يعني، لما نلقاها في طلعة جارات وكده بقت تضايقني يعني وكده. قال لها تضايقك ليه؟ قالت لي والله مرة لقيت راجلة في الأسانسير وطلعنا سوا، وهي فتحت، لما فتحت باب لقيتنا طالعين من الأسانسير سوا، فقالت لي كنت وين مع بعض وكده وشنو. عملت لي موضوع. قال لها دي حركات نسوان سيئة يعني، كنت وين يعني، حتكونوا وين مثلا يعني، انت تحس كان عندكم حاجة بتجوا سوا في الأسانسير، ما تشتغلي بيها، ما عليكي، أنا واثق فيكي.
أقطع النجاة في القلب، أنا واثق فيك، أنت ما عارف تعمل في شنو. قام بكرة وقت دوام راجلة، الراجل جاري دق لها الباب، كو فتح الباب، قلت له انت راجل مجنون، انت ما نصيح المرة دي والمرة دي؟ قال افتحي بس افتحي. فتحت الباب ودخل جوا، قال لها عيني المرة دي انا ظبطتها وخوفتها وهددتها وقلت لها لو عملت مشكلة المرة دي وطلقت انا حعرسها. قامت قالت لي خلاص طيب خلي الموضوع ده لو اتعرف وراجل طلقني انت تعرسني. قال لا بعرسك بالحيل، كيف ما بعرسك، رح. المهم دخلوا جوا، تربيت تيو تيو تيو. مرت الأيام وبقت العيشة البدي عايشة في المستنقع. سمير يجي في الويك اند وقت ما تهف له، جاري يجي وقت ما تهف له. المهم الجار ده شكله زهيج ولا مرته هي اللي عملت الموضوع، ما عارفين السبب شنو. زور رسل لراجله رسالة إنه مرتك بتخونك مع راجل جيرانكم، ومرسل له صورة إنه الراجل ده دخل بيته. أنا أتوقع إنه دي مرته، مرت الراجل الجيران يعني. المهم الراجل جهايج، فتح الباب ومسك مرته دقا قال لا تخونيني أنا ومع أقرب الناس. طبعا طق، خافت هي قالها وعرف موضوع أخوه. قالت لي انت مجنون، أقرب الناس منو؟ طخ كفت، قال لها راجل الجيران. بس حمد طلقات الحمد لله، ما عارف قصة سنة. قلت لها راجل الجيران مش كلمته قلت لك مرته دي ما نصيحة ومرته. قال لها هذا شنو؟ لقى صورته هو واقف عند الباب. قالت له واقف عند الباب، دق لي الباب سألني من حاجة، بس الصورة دي جابته هو جوا البيت. يا راجل تستهدى بالله، يا راجل تعوذ من الشيطان، يا راجل. المهم هدى والأمور عدت على خير. ديك بهناك بقت مزرزرة راجلة لحد ما اعترف لها إنه أنا مهددة عشان هي بتتعامل مع أخو راجلها. طق جاته رسالة قالت لي ومرتك كمان بتخونك مع أخوه. الرجل قاعد يضحك، قال لا خلاص معناه فعلا دي حركات نسوان ودي مرة حاقدة على مرتي وعايزة تفتين بيناتهم كده. قال بتخونك مع أخوي ده أنا ما بصدق فيه أبدا. هم جا قال لها صح كلامك وأنا بعتذر ليكي لأنه جاتني رسالة تانية قالوا أنت بتخونيني مع أخوي. تخيل الناس دي أخوي وهي شفتها. ما قلت لك إنه دي فتنة ودي حاجة كده ودي. المهم مرت الأيام والحياة ماشية. يوم من الأيام سمير عمل حادث ورقدوه في العناية وعالجوه وكده، وجاء أخوه زاره. بس ما هو طبعا الحادث ما مميت يعني، لكن تكسر وكده وده حس بالموت. فقام قال لي أخوان عايزك تسامحني وتطلق مرتك دي، وحكى له القصة كلها. لكن طبعا غير التفاصيل، قال له أنا أول ما حاولت إنك ما تتزوجي، لكن لما تزوجتها أنا قطعت علاقتي بها، وحتى لما سكنت معاكم تتذكر كم مرة قلت لكم أنا عايزة أرحل وأنت ما خليتني. فمرتك بقت تتعرض لي وتتحرش بي وكده، وعشان كده أنا بقيت بقلل جيات شديد. فمرتك دي ما أهل الثقة ولا بنصحك إنك تطلقها. قال له كمان وانا شاك انها عندها علاقه بجاركم كمان. قال ايوه حصل كده كده كده. المهم ده حكى لي ده وده حكى لي ده، واتفقوا على انه المرة هي الخاينه وهي الشر. رجع من المستشفى طوالي على وكالة السفر، قطع لها تذاكرة وجاء البيت. قال لها لمي حاجاتك عشان حسافرك السودان عشان ابوك عيان شديد وممكن يموت. قلت اوب علي ابوي كده اضرب لهم. قال لا ما تضربي لهم، ما في زول حيرد ليك لانهم كلهم في المستشفى. رقت بامان لا شالت حاجاتها. بيقول لا شيلي حياتك المهمه كلها لانه يمكن قاعدتك تطول، يمكن يا ابوك كده يطول. طبعا هو ما عايز فضايح، عايزه تمرق بسلام. رقت لحد ما وصلت المطار، وصلها لحد المطار وداها مصاريفها وركبت. مشت القاعة الداخلية ادى مسافة كده. قالت لي وانا في الطيارة. قال لها تمام متحركة الطيارة كلمني. بس قالت لي يلا مع السلامة. سيلفي من الطيارة اتحركت اشوف ايش رسل لها. قال لي طلقانة، التذاكر دي ماشية من غير رجعة، وانا اخوي حكى لي عن كل حاجة حاصلة بيناتكم، وفي النهاية انت الغريبة بيناتنا واخوي اولى لي من الغريبة. المرة الخاينة ما ببدلها باخوي، وامشي الله يسهل عليكي، وامشي قولي لهم اي حاجة. لكن لو حاولت تتكلم عني وعن اخوي انا حانطحك. انتهي. قولي اي سبب الراجل ده لقيته كده اي سبب بيرضي كرامتك وما يجرح كرامة ابوكي، واللي بيننا انتهى من سكات احسن بدل ما ينتهي فضيحة. توتة خلصت الحدوتة. ما اقدرش اقول وما اقدرش اعلق.